حين طرح المغرب قضية الصحراء في السبعينيات جعلها الحسن الثاني قضية وطن لا نظام، فاستدعى الأحزاب والاتحاد والنقابات ليقنع العالم أن الإجماع حول الصحراء هو إجماع شعب بأكمله. ولكن بعد عقود تغير كل شيء. في زمن محمد السادس غابت الأحزاب عن المشهد تماما. لماذا؟ في عهد الحسن الثاني كانت السياسة جزءا من المعركة الدبلوماسية. أرسل الزعماء الحزبيين إلى الخارج وجعلهم مواجهة لتعددية مغربية تدافع عن الصحراء. أما في عهد محمد السادس فقد تغير منطق الدولة. لم يعد الخطاب الجماعي ضرورة، بل أصبح القرار مركزا في القصر، والدبلوماسية تدار بمنطق الاحتراف إلى التعدد. السبب لأن الدولة رأت أن الأحزاب فقدت المصداقية والوزن الدولي، وأن الملف يحتاج إلى عقد بارد لا إلى خطابات عاطفية. ما وراء تغييب الأحزاب ليس إقصاء سياسيا، بل تحول في فلسفة الحكم نفسها، من تعبئة الداخل إلى إقناع الخارج، من زمن الإجماع الوطني إلى زمن الدبلوماسية الملكية المباشرة. إنها لحظة انتقال من السياسة إلى الدولة.